انا دلوقتي موجود في واحد من اقدم المصايف الموجوده في مصر، راس البر. اخر مره جيت هنا كان من 18 سنه، ودلوقتي جيت عشان اشوف هل لسه زي ما هي ولا بقت احسن ولا بقت اسوأ. وفي اخر الفيديو ده هقول لكم هل هي تستاهل ولا ما تستاهلش. البيوت هنا بيقولوا عليها عشش، وده عشان اول ما عملوا راس البر كانت الناس كلها بتسكن هنا في عشش، وبعد كده تطورت الدنيا وبدأوا يعملوا الفيلل دي، ولسه مسمينها لحد دلوقتي عشه. يا رب ارزقني بعشه يا رب. طريقة المواصلات هنا لو عايز تعدي الناحية التانية هي المعدية، فركبنا المعدية وعدينا الناحية التانية، وتذكرة المعدية كانت 2 جنيه ونص بس. الأسماك في راس البر تعتبر من أرخص الأسماك الموجودة في مصر. نكمل. دي ب 220 بعدها ب 200. ده ب 140 ب 130. ماشي. ركبنا المعدية عشان نرجع تاني، وقررنا إن احنا لازم ناكل أكلة سمك على البحر. الناس رشحونا مطعمين، هواي وسيدور، واحنا اخترنا سيدور. الجمبري بتاعه كان حلو جدا، بس الأحلى الفيو اللي احنا أكلنا عليه. بعد كده عملنا جولة من أحلى الجولات اللي ممكن تتعمل في النيل بجد. طول ما انتوا ماشيين هتلاقوا سفن شكلها حلو جدا، ده غير البيوت الملونة اللي انعكاسها على المية بجد بيدي شكل مبهر جدا. أول ما شفت المركبة دي قلت لازم أجربها بكرة. ما ينفعش نعدي على حيوان الجمل وما نجيبش من عنده مشبك، بجد المشبك بتاعه حلو جدا. هو كان عنده نوعين، نوع بالعسل ونوع بالسكر، انا عجبني اللي بالعسل اكتر. الحياه الليليه في راس البر تعتبر حلوه جدا، لان الشارع الرئيسي بيتحول لسوق مفتوح، ده غير ان في فود كورت مليانه مطاعم كتير، وفي مطاعم كمان كتير مشهوره. تاني يوم صحيت الصبح بدري على الفيو الجميل ده، وانا النهارده متحمس جدا لان هشوف معجزه قدام عيني، والمعجزه دي هي التقاء البحر بنهر النيل. وصلنا اللسان، وهو ده المكان اللي بيلتقي فيه البحر مع النهر. وبتوضح لنا الخريطة دي إن هنا بينتهي رحلة نهر النيل، اللي هي بتكون 6695 كيلو، أطول نهر في العالم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. رحت بعد كده اجرت سكوتر، وبجد كانت تجربه حلوه جدا، واحلى حاجه ان الشوارع كانت فاضيه، وكده كده اصلا هم بيفتحوا 24 ساعه، فلو عايزين اجروا في نفس الميعاد ده. حاسس ان انا ما استكفيتش بنهر النيل، فقلت لازم انزل اعمل جوله ثالثه في نهر النيل، بس المره دي بلانش. وبعد كده طلعت على مشوية الكيلاني، وكلت من هناك ربع نيفه وكانت حلوه. طبعا ما فيش حاجه اسمها مصيف او مشتى عشان احنا رايحين في الشتاء يعني من غير جيلاتي. في النهايه احب اقول اني اتبسطت جدا في الرحله دي، بدايه من فندق دولفين اللي كان حلو قوي، والاوضه كانت مريحه جدا، والحمام كان كويس، ده غير بقى الفيو اللي مفيش احلى منه بجد. اما المدينه بقى فكانت جميله قوي، وشعبها بجد كانوا طيبين، وهتلاحظوا كده لما تنزلوا تشوفوهم. يمكن المدينه مش مميزه قوي، لكن هي اقتصاديه وممكن تروحوها صد رد كمان، وتستمتعوا بالنيل والبيوت الملونه الجميله وحاجات تانية كتير. الرحله تستحق تتراح، بالذات للناس اللي عايزه تفصل شويه عن جو الساحل ودهب، او حتى الناس اللي زهقت من اسكندريه وعايزين يجددوا. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا الحاجات بتاعت اليوتيوبرز دي. كان معاكم عبد الرحمن فتحي، واستنوني في فيديوهات تانية كتير عن السفر في مصر وبره مصر. سلام.